لمباراه بيراميدز بقى، وهي اصبحت مباراه قمه. طبعا. الان بيراميدز يتصدر الدوري بفارق نقطه عن النادي الاهلي، ومباراه في غايه الاهميه. احنا ما كناش كويسين قدام فاركو، هم ما كانوش كويسين قدام زد. الزمالك ما كانش كويس قدام مودرن. اكبر الخاسرين كان الزمالك، المتوسطين كان الاهلي، السعداء كانوا بيراميدز. المباراه وظروفها امام مستر كولر. لا، هي مباراة صعبة علشان الغيابات، ولكن في الوقت نفسه انت تقدر تعديها. انت ان شاء الله لو كسبت تبقى اول دوري، يبقى الموضوع انتهى. ان شاء الله ان شاء الله، وده انا اتمناه. عشان كده لما كنا بنيجي نتكلم، عندك في فكرة في حتة انك انت تنزل خطوة شوية. نعم. بمعنى ايه؟ المهام تقل عند اللعيبة بخطوة. نعم. ما فيش مانع انك انت يعني، احنا ما بنحبش الكلمه ان احنا ندافع لا، دي مباراه فيها تكتيك. مباراه لازم تبقى مباراه تكتيكيه، لانك انت محتاج انك انت اول حاجه الحفاظ على شباكك تكون نظيفه، لان انت طول الوقت لما بتكون ما دخلش فيك هدف، انت في اي لحظه ممكن تكسب الثلاثه بونت. فده من الاول حاجه انك انت التامين يبقى تامين كويس قوي. الحاجه الثانيه المهمه ان انت ممكن تدي ثقتك للاعيبتك تاني، ترجع اللعيبه عندها الثقه. رغم ان انا دائما بقول يا جماعه، انتوا زعلانين من لعيبه النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي. احنا وصلنا دور الثمانيه في كاس افريقيا، احنا الثاني في الدوري بفرق بونت ولا فرق دي احنا مش متعودين عليها. مش متعودين عليها طبعا. لكن احنا مش بعاد قوي. نعم. احنا نكسب المباراه القادمه بتاع بيراميدز، تقدر انك انت تبقى الاول. فانا من وجهه نظري، حتى لما قعدت افكر كده، ممكن العش يحل لك مشكله كبيره قوي. يحل لك مشكله طبعا يا كابتن. تخيل انت لو لعبت بالثلاثه، ده وجهه نظري. اتفضل. بالعكس انا عايز اقول لك نلعب ازاي. العش ورامي وهاني يلعبوا 3 فلات، هاني محمد هاني ماشي، عشان عمر كمال يلعب ناحيه اليمين، والدبيس ممكن يلعب ناحيه الشمال. عندك قفشه ومروان عطيه يبقى 2 في نص الملعب. هتقول لي قفشه ومروان؟ ما هو انت عندك 5 بيدافعوا. ما احنا حاطين 3 فلات عشان كده. بيبقى مروان تحتيهم، وبيبقى حسين وامام ومحمد عبد الله. ده في البدايه محمد عبد الله. محمد عبد الله لعيب كويس. نعم. ده مكسب المباراه اللي فاتت. حسين شمال ولا يمين؟ لا، حسين شمال. حسين شمال. محمد عبد الله يمين. يعني انا المباراه اللي فاتت بتاعت فاركو انا طلعت بيها محمد عبد الله. نعم. لعيب كويس قوي طبعا. عنده الواحد ضد واحد كويس. عنده ذكاء في الملعب. الحاجه الثانيه جراءه، عنده جراءه. يعني لما هو بيتهيألي كان راجع من الوزن جريء كده كمان. فانا اتمنى ان ممكن مباراه زي دي تعمل لك نجم كبير. زي ما هي ممكن الناس تقول عليها تقيله عليه شويه، لكن انت اكتر حاجه ممكنه في الوقت اللي انت شايفه تكتر من لعيبه الكوره في نص الملعب، لان بيراميدز قوتها في نص ملعبها. بيراميدز قوتها في مهاره لاعبيها والحته الهجوميه بتاعتها والاطراف. علشان كده بقول لك لو لعبت ب3 وقفلت الطرفين اللي هو اليمين والشمال، الدبيس وعمر كمال، اقدر اقول لك ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، واتمنى ان احنا نكسب المباراه يا رب ان شاء الله، لانها هتخرجك من عنق الزجاج. فوزنا على بيراميدز، احتمالاته وازاي يتحقق. وبكلمك بقى مش كمان كمحلل، بكلمك كجمهور، لانه انا عارف انت ما بتسيبش مباراه، من مشجعي النادي الاهلي ومن ابناء المدرجات. كلمني فنيا وكلمني جماهيريا شويه. يعني هي فنيا اعتقد المباراه محتاجه تركيز اللعيبه 100%. يعني النهارده انت هي دي فعلا المباراه اللي ممكن تعمل لك نقله في الموسم، لان هي بتسمع جامد مع الجماهير. نعم. النهارده انت احنا النادي الاهلي ما خسرش اي مباراه في الدوري. احنا بنتكلم في 4 تعادلات بس، دي ال4 تعادلات اثروا على معدل النقاط بتاعك. خلي بالك رقميا في الدوري مفيش فرق كبير هتلاقيه ما بين الاهلي وبيراميدز، لكن هي الفكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها ايه؟ ان بيراميدز اللي ظهر ان بيكسبوا. يعني في عندهم انتصارات، النادي الاهلي بيعمل انتصار بعد كده يقع، انتصار بعد كده يقع. هي دي المشكله. فانت النهارده دي مباراه مهمه في ايه؟ ان هي هتحطك في الطريق ان الناس هتبتدي تهدى مع الصفقات، مع اللي انت مباراه زي بيراميدز جماهيريه تكسبها تتصدر ده، وتبتدي الدنيا تهدى، تبتدي بقى تاخدها ستيب باي ستيب. المباراتين بتوع الموسم الماضي دور الجمهور كان يعني مش طبيعي، رهيب طبعا، سواء في ملعب الدفاع الجوي او حتى في ملعب استاد القاهره، حاجه لا تصدق. واعتقد المباراه اللي جايه جماهيريا هتبقى فل. يعني التذاكر اللي تم طرحها اعتقد ان هي خلصت ولا لسه؟ اعتقد ان هي خلصت، لان انا وانا بحجز كان عندي مشكله كل شويه ما فيش لحد ما عرفت احجز التذكره. فاعتقد ان كان في ضغط على المباراه لان التذاكر نزلت وقت ماتش فاركو. فانت الناس قاعده وابتدت تحجز، وتوقيتها كمان تتكلم ان هي الساعه 7 يوم الاحد، فاعتقد الناس تقدر ان هي تخلص شغلها وتطلع على الاستاد.
الحاجه المهمه كمان ان اللعيبه لازم شويه مع الحكام يبقوا مركزين في ان هو ايه، الحكام ما تخرجهمش عن الجيم. كابتن محمد معروف، واعتقد كمان كابتن احمد غندور اسمه مش مرشح لاداره، لان برضه المباراتين بتوع الموسم الماضي كان حكام اجانب، فالموضوع كان محدش طلب، لا الاهلي طلب ولا بيراميدز طلب. انا بتكلم على الموسم الماضي، الموسم الحالي. فالنهارده انت عندك تقدر تبني عندنا مشكله ان وسام ممكن ما يلحقش لانه مصاب، الاجنحه عندنا فيها مشكله، ما عندكش غير وسام هو عفوا حسين الشحات هو الجناح الرئيسي اللي موجود، محمد عبد الله طبعا شايف كابتن عادل قال تشكيل، انا هو تشكيل فيه كتير من الاحلام الجميله الورديه الجميله، لكن على ارض الواقع هل شايف انه مستر كولر هيستمر بامام ناحيه الشمال وحسين ناحيه اليمين، ولا ممكن يجازف زي ما قال عادل انه يحط عمر كمان ناحيه اليمين، يحط محمد عبد الله ناحيه اليمين ويحط في الشمال يحط حسين الشحات ونص الملعب؟ هل بتوافق على طرح الكابتن عادل انه يكون عندك مروان عطيه ومعاه قفشه على اساس انه لو هيلعب بالثلاثه؟ ايوه، ما انا ما اعتقدش ان كولر في ماتش بيراميدز هيلعب بالثلاثه. يعني حتى لو هيبتدي، يعني ما اعتقدش ان هو هيبتدي بالعش جنب رامي وهاني، لا ده هو حتى لو هيلعب بالثلاثه هيلعبهم زي ما لعب في ماتش سموحه، اعتقد كان اشرف وياسر ورامي هم الثلاثه سرد باكات بشكل صريح يعني. فهو لو هيلعبها ثلاثه هيلعبها كده بالثلاثه سرد باكات، بالثلاثه المتاحين، وهاني هيبقى هو ناحيه اليمين. هي الفكره كلها، حل المعضله كلها في مركز راس الحربه. هل هو هيلعب بوسام بامام عاشور، ولا هيجازف ويلعب باللعيب الجديد الناشئ او اللعيب الجديد لو هو موجود؟ يعني لو اللعيب الجديد موجود وجاهز فت ممكن يبتدي بيه، يعني عادي جدا، لان دي بتحصل ان لعيب بيجي ينزل على الملعب. النهارده جوارديولا بيتكلم ان عمر مرموش موجود معاه في السكواد في ماتش تشيلسي، الراجل جه واتمرن تمرينه واحده وهينزل معاه سكواد ماتش تشيلسي، الماتش المهم جدا. فالنهارده هو لو لعيب موجود وصل وتمام الدنيا بتاعته تمام، ممكن يبتدي بيه وتبقى مفاجاه ان هو ممكن في ماتش زي بيراميدز لعيبه بيراميدز مش عارفاه او مش عامله له حساب، فالنهارده يعمل لهم خلل. لكن هي المعضله كلها، لو حلينا معضله راس الحربه وهي الجناح مع الجناح الشمال، اعتقد ان بقيه التشكيل في اللعيبه المتاحه مش هيبقى فيه ازمه كبيره. جماهيريه، لا جماهيريا هو جمهور النادي الاهلي في المواقف اللي زي دي دايما ممكن، عارف انت جمهور الاهلي ممكن يبقى زعلان، ممكن يبقى بيطالب بمطالب معينه او عنده يعني غضب بيفرغه زي ما بنقول كده، لكن في المباريات اللي هي زي دي هتلاقيه موجود ومساند بشكل قوي، وهيبقى ليه دور بالتاكيد مؤثر ان شاء الله مع الفريق. قدام دقيقه سيناريوهات المباراه، ممكن تتقدم، ممكن تفضل متعادل، ممكن لا قدر الله يدخل في الجون، التعامل بسرعه. قدامي بالظبط 40 ثانيه. لا يعني انت اتمنى ان احنا نعمل توازن دفاعي كويس قوي علشان التقدم يبقى من صالحنا، لان احنا لو تقدمنا ممكن باللعب المرتد ممكن تيجي بعد. لو دخل فيك هدف مبكر